اطار الشراكه اللي درناها مع الجمعيه ديال تجربتي في الباك، نظمنا الجامعه الدوليه بالعيون هذه التظاهره في اطار التوجيه ديال الطلبه بحكم ان التلاميذ بحكم ان التلاميذ عمرهم ما كيشدوا البكالوريا ديالهم، كيكون واحد النوع من عدم المعرفه، من نقص معرفي بخصوص شنو يقدروا يديروا من الباك. في هذا الاطار هذا نظمنا هذه التظاهره هذه الحمد لله. اليوم احنا في الحدث الاساسي الثالث للجمعيه بعنوان الابواب المفتوحه نحو فرص افضل، وشعار 1000 قصه حلم واحد. اليوم الحمد لله يعني جبرنا تلاميذنا اللي كنا نجبرهم في القوافل المدرسيه وكنا نمشوا عندهم في الثانويات، جاوا عندنا اليوم في الحدث الاساسي الثالث ديالنا اللي نخدموا فيه على كيفيه تحضير جيد للامتحان، اداره الوقت، اداره التوتر، وتجربتنا احنا الشخصيه ما بعد البكالوريا. التدخل ديالي هو باش نهضر على المهنه ديال الهندسه وكيفاش خاص التلاميذ يعيشوا هذه التجربه ديال الدراسه في مسارات هندسيه، وركزت بزاف على مرحله المدارس التحضيريه لان بزاف ديال التلاميذ ما كيستطيعوش يكملوا الدراسه ديالهم في هذه المسارات لان كيواجهوا شي حاجات اللي هما ما موجدينش راسهم ليها.